إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. كلمتين وبس. صاحبنا سافر كام يوم يخلص شغلانة تخصه، رجع على بيته لقى شيء لا يمكن يتصور حدوثه ولا حتى بين أكلة لحوم البشر، إذ إنه فوجئ يا حضرات السادة الأفاضل بإن جيرانه اللي شقتهم لزق في شقته وحيطتهم لزق في حيطته اتفاجئ بإن الجيران دول كسروا شقته واستولوا على عفشه وأوراقه وخفوها في مكان مجهول وقعدوا في الشقة واحتلوها احتلال كامل. ويا صاحب الشقة اخبط راسك في الحيط، احنا محتاجين للشقة دي لأن واحد من الولاد هيتجوز فيها. طبعا صاحبنا راح البوليس والنيابة وقدم الشكاوي اللازمة، وجهات الأمن ابتدت في عمل التحقيقات، وطبعا من الأكيد إن صاحبنا ده هيرجع له حقه. لكن السؤال هنا إزاي ده يحصل؟ ومن مين؟ من الجيران اللي المفروض إنهم زي الأهل بالظبط، بل يمكن في ناس بتشوف جيرانها وتعاشرها أكتر من أهلها، وفي جيران تعرف من أسرار جيرانها أكتر من الأهل برضه، وجيران بتساعد جيرانها كأنهم من عيلة واحدة. الجيران اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليهم وأمر بضرورة حسن رعايتهم والاطمئنان عليهم. أعرف راجل كان ساكن في شارعنا زمان، له جار سافر وساب مراته وولاده لمدة كبيرة. هذا الجار يا حضرات السادة الأفاضل كان لا يمكن يفطر أو يتغدى أو يتعشى هو أو مراته أو ولاده قبل ما يطمن إن مرات جاره وولادها أكلوا. قبل ما يدفع إيجار شقته كان يدفع إيجار شقتهم. قبل ما يجيب هدوم العيد لولاده كان يجيب لولاد جاره. لو حد من الولاد عي يبقى هيقطع نفسه ما بين دكتور وأدوية ومستشفى لو لزم الأمر. ولما كان حد أو أي حد يندهش من تصرفاته كان يقول ده جار يا ناس، ده العشرة والزمالة، ده الصبح والمساء، ده الفرح والزعل. إزاي أتخلى عن ولاده وهو مش موجود؟ دي مسؤولية في رقبتي لازم أتحملها. هو ده الجار الحقيقي، ده الجار اللي يراعي جاره. لكن توصل بواحد إنه يتهجم على شقة جاره وياخدها ويخفي هدومه وأوراقه كمان؟ إزاي؟ أي جرأة، أي قسوة، وأي دين أو أي ضمير أو أخلاق توافق على كده؟ من المؤكد إن القانون هيدي المظلوم حقه، لكن اللي اغتصب الحق ده إزاي ضميره يسمح له بالتصرف ده مهما كان السبب؟ إزاي يسمح لنفسه إنه يكون السبب في تشريد إنسان لقى نفسه فجأة على الرصيف علشان يجوز ابنه أو أخوه في الشقة اللي اغتصبها؟ إن كان فاكر نفسه قوي، في لقوى منه، فيه القانون اللي هياخد حق المظلوم، وفيه الأقوى من القانون ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسب الظالم.